عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات بشرى ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير بصحه جيده. والفيديو ديال اليوم يلاقيكم في احسن الاحوال بحول الله. اليوم البنات غادي نقدم معكم الزميطه اولا السفوف اولا سلو، كل واحد وشنو كيقول له على حسب المنطقه اللي متواجد فيها. سلو ديال اليوم هو بدقيق الشعير اللي كيجي رائع. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا الوصفه كامله ان شاء الله. عندي هنايا 2 كيلو نتاع الجنجلان اللي محمر في الفران. كل واحد يدير على حسب العبار اللي باغي، واش يدير غير كيلو ولا نص كيلو، المهم على حسب نتوما شنو باغيين. عندي هنايا النافع البلدي اللي حتى هو حمرته في الفران باش هكذا كتسهل علينا اننا نطحنوه. كاوكاو البلدي كذلك، داك الرقيق البنات كيجي لذيذ في الزميطه. غادي نقشرو ونفركو وغادي نحيدو داك القشره ديالو. بالنسبه للدقيق، هنا عندي الدقيق ديال الشعير، غادي نبدا كنحمرو في الفران. كل ما كيحمر الوجه ديالو كنبقى نحركو بواحد الملعقه خشبيه هكذا ونردو للفران عاد حتى كيحمر الوجه ديالو، حتى كنتحصل على واحد الدقيق اللي كيكون اللون تاعو ذهبي. ما نحمروش بزاف باش ما يجيناش محروق. هنا الكاوكاو ديالنا كما شفتوا قشرته هرمشته. الجنجلان كذلك طحنته مزيان، خليته واحد ربع عقده صحيح. النافع وحبه حلاوه طحنتهم مزيان حتى ولاو بودره. القرفه عندي هنا كذلك، العسل باش غادي نخلط. عندي كيلو ديال اللوز البنات، نصف الكميه عفوا ربع ديال الكميه غادي نديرها حبوب، والربع والنص الاخر غادي نحيد منه فقط شويه التزيين وغادي نديرو كامل في الخليط اللي غادي نخلط فيه. صافي هنا كيف ما تشوفوا البنات، بعد ما ساليت جميع المقادير حطيتهم حدايا هكذا باش ما ننسى حتى شي حاجه. ضروري ما نحضرش رشيشه الملحه ما ننساهاش حتى هي، راني غادي نحطها هنايا معكم كيف ما كتشوفوا. تقريبا واحد 4 معالق هكذا ولا نص معلقه على حسب قلت لكم. الطحين هنا انا دايره 3 كيلو ديال الدقيق ديال الشعير. هنا هذا هو الكميه ديال اللوز اللي غادي ندير. وغادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه، يكون اناء غريق البنات باش هكذا يساعدكم انكم تحكموا في الكميه، ما تبقاش تخرج لكم من برا الاناء. صافي هنا كيف ما كتشوفوا عندنا هنا هذا البانيو ما كنستعملوش الصراحه لشي حاجه اللي زعما الصابون، ولا فقط اناء ديال مخليها على حسب هذا الشيء. هكذا كيكون عندي كميه كبيره نتاع كوموند اولا شي حاجه كنخدموا فيه، اولا عجينه كبيره ديال شي عجينه. صافي هنا غادي نحط الدقيق ديال الشعير. بالنسبه للدقيق الشعير البنات ديروا الدقيق اللي بغيتو، انا هنا فضلته بالدقيق الشعير كيجيني زوين. بغيتو ديروا الدقيق الابيض يعني الفورس ديروه، اولا الدقيق ديال القمح الكامل حتى هو كيجي زوين. هنا درت ديك الجنجلان كاوكاو النافع حبه حلاوه القرفه، وغادي نخلطوا الملحه. نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى ينسجموا لي مع بعضياتهم، ثم كنضيف السوائل. غادي نضيف واحد شويه، ضفت عفوا واحد شويه نتاع النافع جاني قليل داكشي اللي درت تقريبا واحد المعلقه كبيره. صافي ونخلط ونبدا كندير الزيت. هنا درت زيت الزيتون مخلط مع زيت المائده. ديك الزويته اللي قليت فيها اللوز هو اللي خلطته مع زيت الزيتون. كنضيف العسل الحلاوه كتبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو. يعني كاين اللي كيبغيش الحلاوه بزاف يقدر ينقص الكميه، واللي كيبغي الحلاوه بزاف يقدر يزيد الكميه ديال العسل. صافي هنا بديت نبدا كنخلط حتى كينسجموا لي هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. الخليط ديالنا كيجي مرمل البنات، ما كيجيش يعني لاصق بحال ديال الدقيق ديال الفورس. بغيتو يجيكم هكذا. انا هنا قسمت الكميه، جاتني كثيره في ديك البانيو، قسمت في القصريه وقسمت في البانيو وكل واحد خلطته بوحديتو. ضفت داك اللوز صحيح كيف ما كتشوفوا معايا، واللوز مفرفش كذلك حتى هو، يعني غير مطحون غير شويه حتى هو ضفتو. نتوما غادي تشوفوا معايا في الخليط نتاع هذا البانيو. هذا هو اللوز، درتو فقط مفرفش كيف ما كتشوفوا، يعني درتو في 2 جهات. كيف ما قلت لكم كتبقى تخلطوا شويه بشويه. بغيتو قلت لكم يجيكم الخليط نتاع سلو بحال يعني عجينه متماسكه، كديروا الجنجلان كاوكاو كطحنوه حتى كيطلق الزيت نتاعو، وداك اللوز كذلك حتى هو حتى كيطلق الزيت نتاعو، عاد كتخلطوا به الطحين باش هكذا كتجي العجينه ملتصقه. اما العجينه ديالي عفوا الزميته نتاعي اللي درت كتجي مرمله، لان انا بغيتها هكذا تجي مفرفشه، ما بغيتهاش تجي يعني بحال العجينه بحال كنمضغ العجينه. هانتوما تشوفوا في اخر ديال الفيديو. صافي هنا وانا كنفرك بيدي مزيان هكذا بحال كنفركوا العجين حتى كيدخل فيه داك الزيت، وكنخليه يبات ليله كامله باش كيطلق الزيت نتاعو كينسجم، وداك المذاق ديال النافع وحبه حلاوه كيطلق فيهم مزيان. صافي وهنا غادي نبدا كنعمر في البطاط نتاع الكوموند اللي عندي،
ونقدم معكم طبق التقديم بحول الله. صافي هنا من بعد ما ساليت كيف ما كتشوفوا كتجي مرمله وشابعه. داك الزيت دخل فيها كل المكونات، دخلوا المكونات مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كيف ما قلت لكم غادي نخليها تبات ليله كامله، وعاد غادي نعمرها في البطاط ديال التقديم اللي غادي نقدمهم للكليان ديالي. صراحه كتجي هاد الزميته زوينه البنات بالدقيق ديال الشعير، جربوها على ضمانتي، كتجي رائعه رائعه. بالنسبه للناس اللي كيبغيوها كيف ما قلت لكم بالدقيق ديال الفورس اولا الدقيق الابيض اولا القمح، بالقمح حتى هي كتجي زوينه. وكل واحد والطريقه باش كيبغي السلو ديالو. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم محفزه. لاول مره كتزوروا القناه نتاعي مرحبا والف مرحبا، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد كنقدموا معكم. بارطاجيو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده مع الجميع. كنتمنى دائما انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.